مرحبا بكم، أهلا وسهلا. كالعادة جيتكم بوصفات جديدة ووصفات زاكية. وصفة اليوم وصفة رمضانية بامتياز، طريقة جدا سهلة وسريعة. خلونا نشوف المقادير والمكونات. راح نجهز المقادير الجافة، نحط الفستق الحلبي، البسكوت، بيكنج باودر والبيكربونات الصودا. نخلط جميع المكونات الجافة وبعدها نروح نجهز خليط البيض. عندي بيضتين معهم ربع كوب من الزيت، نصف كوب من السكر، نحط فانيلا ملعقة كبيرة، وكوب إلا ربع من الحليب. نخلطهم بالخلاط كتير منيح. وبعد هيك أسهل طريقة إني راح أحطهم مع الخليط الجاف، نخلطهم كتير منيح. إذا احتاج الخليط إني أضيف له ملون غذائي أخضر عشان يعطيني لون كتير حلو راح نستخدم هاي القوالب اللي بتكون مجوفة بالنص، ندهنها كتير منيح بالزيت ومنفرغ فيها الخليط. نخبزها على درجة 180 درجة، راح تاخد من ربع ساعة إلى 20 دقيقة على حسب القوالب. بعد ما تطلع راح نزينها بأي شيء انتوا بتحبوه. أنا اليوم عشان رمضان اخترت المهلبية، ولكن عملتها على الطريقة العربية الأصلية. عندي كوبين من الحليب، راح نضيف عليهم معلقتين كبار من السكر و3 معالق كبيرة من النشا. بنخلطهم على البارد وبعد هيك راح نحطهم على النار لحتى يكتف القوام معنا. راح نطفي النار ونضيف قشطة، علبة قشطة كاملة. يفضل انه يكون القشطة بلدي لانها راح تعطينا نكهة غير شكل. طبعا راح تحطوا من المطيبات ما يحلو لكم. انا حطيت ماء زهر، وتحطوا قطعة زبدة صغيرة وتصير جاهزة معنا. راح نزين فيها الكيكات الصغيرة اللي عملناها أو الكيكة الكبيرة كمان. وبعد هيك راح تزينوها بالطريقة اللي تشوفوها مناسبة. أنا رشيت عليها فستق حلبي وزينتها بشوية ورد. نتمنى أنكم تجربوها. بنينة 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 بالبزاف، وغير هيك سهلة. ورمضان كريم، ونشوفكم بوصفات جديدة بإذن الله.